الو. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي، اتفضلي علي صوتك لو سمحتي. انا اولا بحبك قوي يا وبحب اسمع حبيبتي. حكاياتك جدا وبستفاد منها وبحس ان انت بتتكلمي فعلا عن حياتي كل يوم. يا حبيبتي الله يكرمك، اهلا بيكي اتفضلي. بص حضرتك، انا يعني معاملة جوزي معايا وحشة جدا. انا بقالي 8 سنين متجوزة، من مم. ساعة ما اتجوزت ما شفتش يوم عدل مع جوزي. مم. من ساعة ما اتجوزت ال8 سنين دول كل يوم غضبانة عند أهلي، بغيب بالشهر وبالاتنين. ومش بغضب الناس، يعني بغضب يعني ببقى عادي، بتبقى محدش بيسمع بيا، لا ببقى غضبانة والناس بتسمع بيا وبتبقى مشاكل كبيرة. طب يعني ايه سبب المشاكل؟ 8 سنين آه بيعملك ايه؟ كانت معاملته معايا في أول الجواز كانت كويسة. كنت مم. أنا وهو أو قبل ما نتجوز، كان أول راجل ده في حياتي أعرفه. مم. إيه، كنت أنا لسه عيلة أساسا، يعني أنا لسه 24 سنة. 24 اتخطبت له وأنا سنة؟ عندي ليه اه انتي متجوزة وانتي عندك 16 سنة؟ اه مم. اتجوزت وأنا عندي 17. مم. اتخطبت له سنة وأنا عندي 16 سنة. اتخطبت له مم. سنة بالظبط، عرفته فيها وقعدت من المدرسة بسببه مم. وما كملتش تعليمي. وهي في السنة دي اللي جهزت نفسي واتجوزنا وخلاص حياتنا ما فيش حاجة. في تمام. السنة ديت حبيته، حبيني طبعا، أنا عيلة واتعلقت بيه. مم. وهو كمان يعني كان بيعاملني معظم الوقت كويس ومعظم التاني لأ. مم. يعني كان معاملته معايا كان في الخطوبة، لا ما تنزليش، لا ما تطلعيش، لا ما تروحيش، ما اه، تجيش وما متحكم تلبسيش. فيكي يعني. اه، التحكمات اللي هي زي اي راجل ما بيعملها. مم. حبيته في الخطوبة وسلمت له نفسي. يعني غلطتي تمام. معاه. اه، ما كنتش اعرف اني انا سلمت له نفسي وغلطت غير لما اتجوز. وعرفت ان انا حامل في اول كام شهر من جوازي. عرفت ان انا حامل في 8 شهور. يعني انت لما حصل بينكوا كده كنت فاهمه ان انت لسه زي ما انت، اه، وبعد كده اكتشفتي وفعلا. بقى لما لقيتي لا، نفسك وفعلا حامل. انا كنت زي ما انا. لان انا بعد ما اتجوزت ورحت كشفت وكده وقلت لها طب ازاي، عرفت الدكتوره قلت لها ازاي ما اه، كانش بيحصل كذا كذا. قالت لي انتي بتوفي زي ما انت بنت. لكن بقيتي حامل. اه، امم. تمام. امم. آه ولدت بنتي وكده والمعامله وانت كانت بقى كنت كويسه بقالك قد ايه معايا. متجوزه وانت حامل في الثامن؟ كنت لسه، ما كان بقالي 3 شهور بس. اه، طب وهتقولي ايه للناس؟ ما انا ما عرفتش حد وبقيت مش عارفه اعمل ايه. اتفق معايا ان انا خلاص ايا كان اللي انت هتولديه. وما كنتش بهتم ولا كنت بتابع ولا كان اي حاجه لحد ما فاجئت ان انا بولد وما كنتش جبت اي حاجه خالص للبيبي. والناس فاهمه ان اه. انت عروسه لسه من 3 شهور. ما كنتش امم. بنزل وما كنتش بطلع وما كانش اصلا كان ليا بطن. امم. كمان يعني ولدت وكده واتفق معاه ان هو يحط البنوتة في دار ايتام وكده. فانا سايبه عليا نفسي وسايبه عليا بنتي، لا ما امم. استحملتش ان هو ياخدها مني ويحطها في دار ايتام والكلام ده كله. امم. المهم ايه، خلاص يعني إيه، طب هنعمل ايه، طب هنسوي ايه، طب هنعرف اهلي واهلك. امم. المهم عرف اهله شوية، عرف اهلي بعد ما انا بدأت اتعب واخش في تعب. بقى في ضغط جامد قوي على وهو كان بطني عنده كانوا. استعداد عادي يودي البنت دار ايتام وينساها بقى. اه. امم. جه بعد ما انا ما ولدت وكده اكتشفت ان البنت كانت ضغطة عندي على الزايدة. امم. فبقيت اخد مسكنات وحقن وسوايل وكل الكلام ده لغايه لما الزايده انفجرت فيا. لا حول ولا قوة الا بالله. عملت استكشاف، فاتحه بطني من اول فوق لحد تحت.
عاملة كنت مركبة كولوستوما على جنب اليمين بتبرز فيها لمدة 3 شهور. كان هو اللي شايلني، وكان هو اللي بيغير لي وكده، ومامتي كانت هي برضه اللي شايلاني والكلام دوت. مامتك بقى كانت عرفت اللي انت عملتي ده قبل الجواز، والبنت بقى جت اه دلوقتي وهي قال جت؟ لي، ما هي مم. مامتي الصراحة اعترضت شوية، لا مش هنعرف الناس ان هي بنتها، لا احنا هنقول مثلا كان متجوز، لا هنقول يعني كنا بندور على اي اه حل وكده، لحد ما خلاص استسلموا على الوضع وخلاص. يعني الناس كلها عرفت ان هي بنتي وبنتها يا جماعة، بنتها، ومحدش ليه دعوة، ده جوزها. امم وبنتي اتربت مع حماتي. امم بنتي كانت الأول بتحبني وعاوزاني، متعلقة بيا وكده والكلام ده كله، لحد ما بدأت تكبر شوية بشوية، لحد ما بقت تكرهني، مش عايزاني، ما بتحبنيش، عايزة ستها. عشان هي اتعودت على جدتها مش عليكي. وغير ان هي اتعودت على جدتها، شايفاني انا اللي بقول غلط ولا وعيب وما تعمليش ده وما تسويش دوت، وشايفه جدتها لا حاضر هعملك وهسويكي وهطوعك في اي حاجه، انا اللي بهتم، جدتها ما كانتش بتهتم. حلو، ومشينا وعديتي لمرحلة المرض وهو كان معاكي، ومفروض بقى ان اه انتوا عشتوا عيشة طبيعية بعد كده. قمت بعد ما انا عديت كل المرحله دي كان كويس معايا، لحد ما بدات ان انا عايزه احمل تاني، ان انا ما اتهنتش في الحمل الاولاني وما فرحتش وما حسيتش ان انا كنت حامل اساسا. كانت بنتك قد ايه ساعتها؟ كانت بنتي يا دوبك لسه عندها 3 سنين. امم حملت تاني وجبت جبت ولد وخلاص، بقينا يعني يا دوبك المعاملة كويسة شوية. بدأت بقى بعد ما جبت قبل ما اخلف الولد دوت حصل مشكلة. كنت مودية التليفون عند واحد بيتصلح، والواحد ده كان عايز ساكن اللي هو يعني انا وهو يبقى بينا ما بين بعض حاجة. تليفوني اليوم اللي انا جبت بوطي فيه التليفون بيتصلح دوت، جبته من عند الشخص دوت اللي كنت بصلحه عنده. طلع التليفون كان قاطع خط خالص، التليفون فضل مقفول وانا ما اعرفش ان التليفون مش جايب شبكة اساسا. كل ده انا قاعدة وفاكرة ان التليفون مفتوح، فجأة بص الاقي التليفون مقفول ما فيهوش مش جايب شبكة. بعد ما قفلته فتحته ابص الاقي جوزي بيتصل عليا، انت فين؟ انا في البيت. لا انت مش في البيت. لا انت كدابة. لا انت مش عارفه ايه. لغايه لما جه فضل بقى يتخانق معايا، يضرب فيا، نزلني غضبني الفجر، مشيت لوحدي الفجر، بعت لاهلي جم خدوني. كنت ساعتها حامل في الولد؟ كنت ساعتها حامل. جم خدوني، ومن ساعتها هو انا لما طبعا بيجي هو يغضبني على اكيد طول. كان بيبقى في كل خناقه بيرميلك كلمه كده معايره باللي حصل بينكم. ايوه وهو لما بيجي يغضبني بياخد مني التليفون، فما بقاش معايا تليفون. فهو في الوقت اللي غضبني فيه ده كمان خد مني التليفون بتاعي. فهو فاكر ان في حاجه ما بيني وما بين الشخص دوت. ففي وقت ان انا كنت غضبانه فيه عند اهلي، بقى هو يكلم الشخص دوت، يبعت له رسائل يقول له انا في البيت لوحدي، تعالى لي، على مش اساس ان عاوزني، مش انتي موجود، على اساس ان انا. لحد ما الشخص ده ما جاله فعلا بيت هنا. تمام. ايه اللي عرف الشخص مكان بيتي؟ كنت انا وقت ما وديت التليفون ده عند الشخص دوت، كان في بوابة عندنا هنا في البيت سنها من سني، فما كنتش عايزة حاسة ان انتي بوابة، كنت بحس ان هي اختي، كنت بعملها معاملة كأخت. فكنت واخداها معايا ساعتها عند الشخص دوت وانا بصلح التليفون، وعرفته ان هي اللي هتيجي تاخد منك التليفون، مش انا اللي هاجي اخد منك التليفون. يعني واخداها معاكي صدفه يعني، ولا يعني انتي نازله قابلتها في الشارع فقلت وقلت لها لها تعالي تعالي معايا معايا؟ انا قلت لها انا تعالي معايا، انا هودي التليفون بتاعي طيب عند وهي الراجل اللي دوت. راحت خدت التليفون منه؟
وراحت خدت التليفون منه، حصلوا ما بينه وما بين بعض تعارف وعجبوا بعض والكلام ده كله. هي بقى فاكرة ان انا عشان خاطر بعاملك كمعاملة انتي كأختي، ان انا هسمح لك بأي حاجة تعملها في بيتي. كنت بدخلك باكلك وبشربك وبديكي من يعني ايه؟ هدومي يعني ايه؟ مش فاهمه، بس واحده وبسلفك. واحده. يعني هي اللي مشيت مع مع الراجل صاحب اللي بيصلح التليفونات ده، وكانت اه عايزه تيجي بيه بيتك؟ اه. وطبعا لما الشخص دوت كان بيرن على خطي، لاني انا خد مني الرقم ساعتها واحنا واقفين عنده عشان يشوف السماعه بتاعه الموبايل شغاله لكن ولا لا. انتي ما كانش في بينك وبينه علاقه؟ لا، ما كانش في ما بيني وما بينه قولا حاجه. واحدا، يعني مفيش اي علاقه جمعتك بينك لا لا، وبين ما كانش اللي في ما بيصلح بيني وما بينه الموبايلات؟ حاجه خالص. طيب ولما جه ولقى جوزك في البيت؟ جوزي خرج له بالسكينه على باب الشقه، فاكر بقى ان انا في حاجه ما بيني وما بينه. امم هدى الموضوع وطلع ما فيش حاجة، وأثبتت إن أنا ما فيش حاجة، وكل ده أنت اللي عملته، وأنت الحوارات دي اللي عملتها، والرسائل دي أنت اللي بعتها له، والكلام ده كله. خلاص قعدت عند أهلي وفضلت غضبانة شوية لحد ما ما جه ورجعني. خد كل ده وعرف ان بنتي. هو كان علاقته بالبوابه مش بيكي؟ اه، هي خد البوابه كل دي دوت متجوزه؟ بنتي. اه، كانت متجوزة وعارفين. امم يعني كانت لسه صغيرة سنا، فما وثقتش على العقد. زيك يعني، زي حالتك. اه لا، بس انا كنت موثقه عقد لان انا اه. عديت. انا كاتبه كتابي طيب قولي لي 17. بقى، وصلنا لايه في النهايه كده؟ فهو انا من ساعه ما يا دوبك ما خلفت ابني ده، وعلى طول شك. على طول انت بتكلمي فلان، على طول انت عارفه فلان، على طول من ساعه ما حصل الموضوع دوت مالكيش ان انت تخرجي. حدودك في الشارع اللي احنا ساكنين فيه نص وانت الشارع، ما حاليا تعديش نص غضبانه ولا في الشارع. بيته؟ لا، انا في بيتي. ما تعديش نص الشارع. ما هاتش حاجتك من الناس اللي الحدود اللي تحت. ابص الاقيه واقف بيبص عليا من البلكونه بيراقبني. اه، يعني ما هو فيش. شاكك في سلوكك، وطول الوقت خايف وحاسس ان انت هتخونيه في اي وقت. ما فيش تليفون ما تمسكيه في ايدك، خطوط طيب بيكسرها قولي لي. لي سؤالك ايه، اتفضلي. على طول شك فيا. والايام ديت غلط فيا، وغلط في اهلي بطريقه فظيعه، وغلط في بابايا، وغلط في شرف اخواتي، وضرب فيا لحد ما انا تعبت. انا خلاص يعني جبت اخري وطالبه انت بنتك بطلب منه دلوقتي قد الطلاق. ايه؟ انا بنتي دلوقتي 7 سنين. 7 سنين؟ لا انت بقالك 8 سنين متجوزه. ايوه، بقالي 8 سنين يبقى بنتك مفروض دلوقتي انا ماشيه 8 في وشهور الثمانيه. كمان. انا لسه ماشيه في الثمانيه هتموت. تمام. وابنك قد تمام. ايه؟ ابني 3 ونص. 3 ونص. طيب قولي لي سؤالك عشان اقدر اجاوبك. انا يعني حياتي افضل مستمره فيها. انا بطلب منه كتير قوي، بالعلم ان انا اتطلقت منه مرتين. يعني دي اخر يعني باقي لك طلقه. طلقه؟ والعلم كمان ان انا يعني اتطلقت 3، بس هم حللوها في دار رحتوا الافتاء دار ان الافتاء؟ لا، ان لا، طلقات الغطا ما بتتحسبش، وانت كده ما 2 بس، ولسه في مده 3. تمام. انا بطلب منه كل ما الطلاق لحد اول امبارح ضرب فيا وجسمي طيب متزرق منه. اسمعيني. اولا مش هكدب عليكي واقولك ان هو هيتغير. مش هكدب عليكي واقولك ده، ومش هكدب عليكي واقولك ان دي ممكن تكون اخر طلقه. لا، ده انتوا هتتطلقوا وهيقولك الكلمه دي كتير قوي قوي قوي. وممكن لو ما سالتوش دار الافتاء ورجعت لهم تاني ممكن تعيشوا مع بعض، يعني والعياذ بالله في الحرام. لكن انتي سبب رئيسي في كل اللي حصل. حبيبتي انتي دمرتي الدنيا، انتي دمرتي نفسك. انتي ليه عملتي في نفسك كده؟ ما هو لازم يشك فيكي. ما هو بيشك فيكي عشان انتي من البداية خنتي ثقة ربنا وأهلك وسلمتي له نفسك، وابتديتي تفكري معاه طب أنا حامل، طب الناس هتقول عليا ايه؟ فابتدينا نعمل الخطة اللي نحطها عشان الناس ما تتكلمش في شرفي، ونقول
لدرجة انه هو كان هياخد بنته يرميها في دار ايتام، لكنها مش بنته، لكنه ما يعرفهاش. شفتوا غلطة جابت غلطة جابت غلطة جابت كوارث. انت في كارثة حقيقية، انت في كارثة. عشان كده هو هيشك فيكي مع اللي بتصلحي عنده التليفون ومع البواب ومع بتاع السوبر ماركت، هيشك فيكي. ما هو بالنسبة له انت فرطتي من زمان قوي ومكملة، وهو هيفضل كده لان هو كمان شخص مريض، شخص قبل انه يعمل الحرام وخان البيت اللي دخله والايد اللي حطها في ايد ابوكي وخان كل شيء. والخاين غصب عنه بيشوف ان كل اللي حواليه خاينين، غصب عنه بيشك في صوابع ايده، فما بيبقاش مدي الامان لحد. فانا اكذب عليكي واقول لك انه ممكن يتغير، ابقى بكذب عليكي. اقول لك انه ممكن فجاه يديك الثقه، برضه ابقى بكذب عليكي، لان عمره ما هيديك الثقه. ما بني على باطل فهو باطل. فانت ما عندكيش غير تو اوبشن: لا ابعد واتطلق وادفع فاتوره عمايلي بالواد والبنت واقعد بقى اشقى واتعب واشتغل واربيهم، وده اوبشن انا شايفاه افضل من الحياه اللي انت عايشاها. يا اما ارضى واستحمل شكه وياخد مني كل الوسائل اللي ليها علاقه بالحياه، الموبايل، ويقفل عليا 100 باب، وارضى واستحمل لان انا اللي خليته ما يثقش فيا بسوء تصرفاتي من البدايه، من ساعه ما اسأت التصرف وخنت ثقه ربنا اولا ثم اهلي. فشوفي انت هتختاريه: